السلام عليكم، اهلا بكم في اخر فيديو ان شاء الله من مبتدئ الشطرنج. نتعلم فيها اساسيات الشطرنج او المفاهيم اللي بتساعدنا ان احنا نلعب شطرنج او نطور من مستوانا في الشطرنج. في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم مفهوم عن الربط، ان انا بربط قطعتين مثلا بفيل، او ممكن اربط مثلا قطعة بالملك عن طريق الوزير. مفهوم الربط اللي احنا خدناه في الفيديو اللي فات كان ربط قطعة بالملك. ممكن اكسب قطعة عن طريق ان انا اربط القطعة دي بالملك، او ان انا اقول كش ملك واكسب القطعة دي. تعالى مع بعض نشوف المواقف وان شاء الله بالمواقف هتتضح الفكرة. طيب في الموقف ده الوزير والطابية على وتر واحد، كمان انا معايا فيل الابيض. لو جه في المربع F3 في حماية الوزير والملك هيهدد الوزير والطابية مع بعض. ده طبعا كده بربط الوزير مع الطابية، فانا لو جيت بالفيل هنا طبعا هيضطر ان هو يحرك الوزير، لان هو الوزير طبعا قطعة مهمة فمش هيقدر يسيبها. فانا دلوقتي ممكن بالفيل اكل الطابية عادي جدا. بس وكده انا معايا 3 قطع وهو معاه قطعة واحدة. طبعا هو بقى عاوز ياكل الفيل، عاوز يحرك العساكر، عاوز يحرك الملك، هو كده كده خسران يعني الجيم. طيب تعال نشوف المثال اللي بعد كده. في الموقف ده الوزير على خط واحد مع الوزير الاسود والطابية. طيب دلوقتي انا عندي فرصة ان انا اجي بالطابية في مربع الدي 2 في حماية الفيل والوزير، ان انا اربط الوزير والطابية على خط واحد. يعني لو جيت هنا كده هو اكل طابية، انا اكلت بالفيل، علشان طبعا لو اكلت بالوزير هو ياكل بالطابية. هو كمل واكل مثلا العسكري وبيهدد كمان الفيل قطعتين، مفيش مشكلة، احنا ممكن برضو نحمي الفيل بالطابية. كده معانا موقف احسن. وكمان هو لعب العسكري، ممكن بعد كده اجيب الوزير اهدد برضو عن طريق الربط الطابية دي والحصان في نفس الوقت. حتى لو هو اكل انا هاكل الطابية او هاكل الحصان. الموقف اللي بعد كده هيبين اكتر. في الوزير الابيض والفيل الابيض على خط واحد بيهددوا الحصان. في هنا في الفيديو اللي فات كنا خدنا التضحية عشان اجبر خصمي انه يعمل الحاجة اللي انا عايزها. فطبعا دلوقتي انا لو ضحيت بالطابية واكلت الفيل، طبعا عنده فرصة ان هو ياكل بالوزير الطابية، وبعد كده عندنا فيل طبعا هيكون على C6 وهيكون رابط الوزير مع الطابية. طبعا هو اكل عندي النقلة دي، طبعا اتحرك عشان الوزير طبعا مهم جدا، هاكل الطابية بسهولة. وانا كده معايا 5 قطع، هو معاه 4. في الموقف ده اللي هو الربط الطبيعي، ان انا ممكن اجي في حماية الوزير بتاعي واقول كش ملك على خط واحد، فالملك لازم يتحرك اكل الوزير، طب انا كده كسبان في الموقف ده. في الموقف ده انا عندي الربط هنا بس الفيل مش محمي. ايه اللي هيحصل في الموقف ده لو جيت بالفيل هنا وقلت كش ملك والملك اكل الفيل؟ عندي بعد كده الوزير بتاعي لو جه في المربع ده هيقول كش ملك وكمان رابط الملك بالوزير. تعال نجرب كده مع بعض. لو جيت قلت كش ملك هياكل في المربع ده ملك، كلت الوزير، كسبت الموقف. في الموقف ده عندي برضو ربط، بس طبعا هيحتاج تضحية مني في الأول. لو جيت أكلت العسكري ده بالوزير هو هياكل، أطلع بالطابية بعد كده أقول كش ملك وأكل الوزير، يبقى كده معايا طابية وهو معاه فيل. كش ملك أكل، كش ملك هات الوزير، وأنا كده معايا موقفي أحسن. آخر موقف معانا تقريبا كده مش شايف أي ربط، ولكن ممكن يجي الربط بعد كذا نقلة. لو جينا شفنا الملك والوزير على وتر واحد، بس اللي واقف في الطريق الحصان. طيب تعالى بقى نجبر الملك ان هو يجي ياكل الحصان، يا اما هيموت. طيب لو جينا هنا قلنا كش ملك، الملك عنده حلول، ممكن يتحرك هنا، ممكن يتحرك هنا في المربعين دول. طبعا هنا ما ينفعش عشان الحصان، وهنا عشان الحصان، وهنا عشان الوزير. طيب لو اتحرك هنا هقول له كش ملك تاني، هيضطر ياكل الحصان لان هنا العسكري واقف مش هيقدر يتحرك. طيب تعالى كده نجرب مع بعض. كش ملك اتحرك في المربع اللي انا عايزه اتحرك فيه، كش ملك تاني اكل الحصان عمل اللي انا عايزه، كش ملك هنا على المربع الاف 8 رابط ومهدد بالوزير، كش ملك يتحرك واكلت الوزير. بس كده احنا خلصنا النهارده. اتمنى يكونوا استفدتوا من الفيديو ده، واشوفكم في فيديوهات جايه ان شاء الله، وفي امان الله. مع السلامه.